اليوم سنأخذكم في رحلة لاكتشاف أغرب الأماكن على وجه الأرض، من مناظر طبيعية تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم خيال علمي إلى مواقع يصعب تصديق وجودها في الواقع. هيا بنا نغوص في عالم هذه الوجهات المدهشة التي تحير العقول وتثير التساؤلات. واحدة من أبرز هذه العجائب هي منخفض الدناكل في شمال إثيوبيا، ويعرف ببوابة الجحيم. إنه مكان يجمع بين درجات حرارة حارقة تكاد تحرق الجلد، وبحيرات من الأحماض تغلي، ومياه بألوان زاهية تشبه لوحات من عالم آخر، وكأنها خارجة من فيلم خيال علمي. تتشقق قشرة الأرض هناك لتكون بحيرات تغلي وينابيع حارة تنفث بخارا كثيفا، لترسم مشهدا غامضا ومخيفا في الوقت ذاته. هذا المكان ليس مجرد تحد للمغامرين، بل يعد أيضا مصدر إلهام للعلماء الذين يبحثون عن دلائل على وجود حياة خارج كوكب الأرض. وبرغم قسوته يبقى منخفض الدناكل آسرا بجماله الفريد، حيث تكشف الطبيعة عن قوتها المطلقة. ومن قسوة منخفض الدناكل ننتقل إلى أعجوبة طبيعية أخرى، حيث الجمال الساحر والروحاني يأسر كل من يراه. إنها جبال تانزي في الصين، قمم غريبة من الحجر الجيري ترتفع شامخة كأبراج صخرية عملاقة تشق طريقها عبر الضباب، فتشعرك وكأنك تخطو إلى عالم آخر. أشكال الأعمدة الصخرية العجيبة تنبثق من واد أخضر عميق لتكون لوحة طبيعية لا يصدقها العقل، وكأنها من نسج الأحلام. هذا المنظر لا يجعلك تشعر بضعالة حجمك أمام عظمة الطبيعة فحسب، بل يملأك أيضاً بالانبهار بجلال الأرض وروعتها. وأنت واقف في قلب ذلك المشهد، وأنت تقف في هذا المشهد ستشعر وكأنك تدخل إلى فضاء مقدس، حيث يبدو الزمن متوقفاً. بعد قمم جبال تانزي الساحرة ننتقل إلى عالم مائي ساحر لا يقل روعة، وهو بحيرة قناديل البحر في بالاو. في هذه البحيرة يطفو آلاف من قناديل البحر الذهبية في مياه شفافة كالكريستال، لتشعر وكأنك وسط جنة هادئة في قلب المحيط الواسع. قناديل البحر هنا غير سامة، تنساب برفق وكأنها كائنات من عالم آخر، مقدمة تجربة مريحة ومهدئة لكل من يجرأ على الاقتراب والانغماس في هذا الجمال الخلاب. ويكفي أن تغمر جسدك في مياهها الدافئة حتى تنفصل عن ضجيج العالم. محاطاً بجمال الطبيعة البكر ستشعر وكأنك في واحة من السلام، حيث لا يعود للزمن معنى أو وزن. وحين تسبح بين تلك القناديل التي تتلألأ كأنها لآلئ حية، يتملكك إحساس غريب، كأنك تنزلق في حلم هادئ سحري لا صوت فيه سوى همسات الماء. ومن سكينة الأعماق في بحيرة القناديل ننتقل إلى أحد أعظم ألغاز الأرض، خطوط نازكا في البيرو. رسومات عملاقة لا ترى إلا من السماء، تمتد عبر صحراء شاسعة، وكأن يداً غامضة رسمتها منذ آلاف السنين. كأنها بقايا حضارة ضائعة. تلك الأشكال الغريبة من حيوانات إلى رموز غامضة لا تزال تحير العلماء والمسافرين على حد سواء. من الذي رسمها ولماذا؟ تتعدد النظريات، من طقوس دينية إلى علامات فلكية، لكن الحقيقة لا تزال دفينة تحت رمال الزمن. وعندما تقف على الأرض لا ترى سوى خطوط مبعثرة لا معنى لها، لكن من السماء تنكشف أمامك لوحة فنية هائلة تنبض بعظمة حضارات مضت، وتمنحك لمحة عن القوى الخفية التي شكلت ماضي البشر. ومن غموض خطوط ناتسكا نتابع رحلتنا نحو سهل الجرار في لاوس، منطقة تغلفها الألغاز والغموض. آلاف الجرار الحجرية العملاقة مبعثرة في الحقول الضبابية، في مشهد غريب لا يشبه أي مكان آخر على وجه الأرض. كل جرة تزن أطناناً،
ويصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار. تقف شامخة كأطلال صامتة لحضارة اندثرت منذ قرون دون أن تترك خلفها اسما أو قصة مكتملة. رغم أن علماء الآثار اكتشفوا بقايا ثقافات قديمة في المنطقة، إلا أن أصل هذه الجرار وهدفها لا يزالان لغزاً عصياً على الفهم. تقف بثبات، تتحدى الزمن، وكأنها حراس صامتون يدعونك للتأمل ويثيرون فيك فضولاً لا يخمد، وإحساساً عميقاً بأن شيئاً ما ضاع، شيء ينتظر أن يكتشف، والقصص التي طمرها الزمن. وبعد غموض سهل الجرار نتابع رحلتنا إلى ظاهرة طبيعية قوية ونابضة بالحياة، نبع ستروكر في أيسلندا. كل بضع دقائق يندفع من جوف الأرض انفجار هائل من الماء المغلي، يرتفع إلى ارتفاع يصل إلى 30 متراً، كأن الأرض نفسها تتنفس بقوة الحياة وتطلق زفيرها في السماء. ليس مجرد مشهد من الماء والبخار، بل عرض مهيب للقوة الكامنة في أعماق الكوكب. وأنت واقف أمام ستروكر، لا يمكنك إلا أن تشعر بصغرك أمام عظمة هذا الكيان الحي الذي يدعى الأرض، المتقلب والمذهل في آن واحد. في وسط هذه الطبيعة الواسعة والقوية، كل انفجار بركاني هو تذكير بعدم قدرة الإنسان على التنبؤ بقوة الطبيعة، مما يجعلك تشعر بالخوف والإعجاب في آن واحد من عظمة العالم الطبيعي. بعد أن تركنا وراءنا قوة نافورة ستروكر البركانية، نتجه إلى منظر طبيعي هادئ وجذاب، تلال الشوكولاتة في الفلبين. أكثر من 100 تل من الحجر الجيري ذات الأشكال المخروطي المنتظمة التي تنبض بالحياة بإلوانها الخضراء الزاهية خلال موسم الأمطار، ثم تتحول إلى اللون البني الداكن في موسم الجفاف، لتشكل مشهدا طبيعيا وكأنها خرجت من إحدى قصص الخيال. هذه التلال التي تبرز بأشكالها المتقنة، جمالها الذي لا يصدق يجعلك تشعر وكأنك دخلت عالما آخر، حيث تندمج الأرض والسماء في رقصة هادئة من الألوان. وعلى الرغم من وجود تفسيرات علمية لتشكلها، تقول الأساطير المحلية إن هذه التلال هي دموع عملاق حزين. وأنت تقف وسط تلال الشوكولاتة، لا يمكنك إلا أن تشعر بنوع من السكينة والدهشة، وكأن كل خطوة تأخذك في رحلة إلى عالم أشبه بالحلم. بعد الجمال الغامض لتلال الشوكولاتة، نتوجه إلى ظاهرة طبيعية غريبة أخرى، وهي لاآز من ليتوانيا، حيث تقع 3 بحيرات صغيرة مخفية داخل الغابة. وعندما ترى من الأعلى تأخذ شكل وجه عملاق بشري. هذا الموقع يبدو كمعجزة من معجزات الطبيعة، مما يجعلك تشعر وكأنك أمام لغز لم يحل بعد. ليفاس دي لوانيا ليس مجرد تجمع عشوائي ل3 بحيرات، بل هو أيضا شهادة على عظمة الطبيعة غير المفسرة. من على سطح الأرض هذه مجرد بحيرات عادية، لكن عندما تشاهد من الأعلى يمكنك أن تشعر بالاتصال العميق بين الإنسان والطبيعة. مكان مثالي، تناغم لا يمكن الشعور به إلا عندما تقف أمام مثل هذه العجائب. بعد أن تركنا ليفازدا ليتوانيا وراءنا، ننتقل إلى واحد من أكثر المناظر الطبيعية جذباً في أمريكا، تلال يوتا المصفحة. هذه التلال التي تتكون من طبقات من الصخور المتراصة بألوان تتراوح بين الأحمر الزاهي والبرتقالي والأزرق، تخلق تحفة طبيعية نابضة بالحياة وكأنها عمل فني. تحت تأثير الزمل والرياح والمياه، تم تشكيل هذه الطبقات الصخرية إلى أشكال غريبة ككتاب مفتوح يسجل تاريخ ملايين السنين. تجعل هذا الموقع تشعر وكأنك دخلت عالماً آخر، حيث كل طبقة من الصخور تروي قصة الزمن وقوة الطبيعة. وأنت واقف وسط هذه التلال، يمكنك أن تشعر بأزلية الأرض والسماء. عظمة الخلق تمنح روحك السلام، وكأنك تندمج مع أمنا الأرض. بعد روعة تلال يوتا المصفحة، ندخل إلى عالم غامض وعميق، وهو كويو، المدينة تحت الأرض في تركيا.
كإحدى أعمق المدن تحت الأرض في العالم. دارينكويو ليست مجرد معجزة أثرية، بل هي أيضاً شهادة حية على براعة ومرونة الشعوب القديمة. مع 18 مستوى وقدرة على استيعاب ما يصل إلى 20,000 شخص، تم بناء هذه المدينة تحت الأرض لحماية سكانها من الأعداء والظروف القاسية. الممرات الضيقة، الغرف الصغيرة وطرق الهروب تشكل جواً خانقاً لكنه غامض. وأنت واقف في هذه الأنفاق يمكنك أن تشعر بعزيمة الإنسان وكفاحه من أجل البقاء في عالم قاس، حيث يلتقي الظلام مع الضوء وتتنافس الحياة مع الموت. هو الوحيد الذي يساندهم. بعد الغموض الذي يحيط بدرينكيو ننتقل إلى لابيرينتو ديل ديزي دي آيداهو، متاهة ديزي في آيداهو. إنه موقع مفاجئ يقع في قلب صحراء أمريكا، متاهة ضخمة تكونت من خطوط وأشكال غريبة على الأرض، مما يخلق مساحة ساحرة ومبهمة في آن واحد. تجعل الطرق المتعرجة والأشكال الحادة شعورك وكأنك تخطو إلى عالم آخر، حيث يبدو أن التناظر والمنطقة لم يعودا موجودين. ورغم وجود العديد من النظريات حول أصل هذه المتاهة بدءا من العصور القديمة، الحضارات القديمة للظواهر الطبيعية، إلا أن سرها يبقى مطلقاً وغامضاً. أثناء سيرك في المتاهة لا تشعر فقط بالضياع في الفضاء الواسع، بل أيضاً تستشعر وحدة الإنسان وتشتت عقله عندما يواجه ما لا يمكن تفسيره. بعد غموض لابيرينتو ديل ديزيرت في صحراء آيداهو، ننتقل إلى واحدة من أروع وأجمل الأماكن في العالم، وهي صحراء ناميب في ناميبيا. هنا ترتفع الكثبان الرملية الضخمة بألوانها الحمراء الزاهية كالأبراج، مكونة منظراً مذهلاً لا يصدق، حيث تتناغم عظمة الطبيعة مع الجمال الخام لتخلق مشهداً يخطف الأنفاس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي الختام، صلوا على نور الهدى.